لو انت من المغتربين وقررت تحوش فلوسك بالدولار ومحتاج دخل اضافي من غير ما تفرط في دولاراتك، تعمل ايه؟ انا عندي الحل، الاشتراك في صندوق استثمار بنك مصر بالدولار. بس في الاول لازم تعرف يعني ايه صندوق استثمار، وده كنت شرحته قبل كده ليك وهسيب لك اللينك في الكومنتس. صندوق استثمار بنك مصر بالدولار اسمه يوم بيوم دولار. ميزه الاشتراك في الصندوق انه بيحافظ على فلوسك بالدولار، مش بس كده، ده بيزودها كمان، وارباحه اكبر من فوائد الودائع اللي بالدولار. الصندوق بيتصنف على انه منخفض المخاطر وبيوفر ليك عائد يومي تراكمي. الصندوق ده بيستثمر في سندات الحكومه والشركات واذون الخزانه والودائع والشهادات البنكيه بالدولار. كمان تقدر تسترد فلوسك في اي وقت تحبه، غير انه بيوفر ليك ارباح كويسه على المدى الطويل. الحد الادنى للاشتراك في الصندوق $1000 امريكي، وتقدر تشترك في الصندوق وده بنسميه اكتتاب من اي فرع من فروع بنك مصر او من خلال الخدمات المصرفيه الالكترونيه. يا ترى هتفكر في الاشتراك في الصندوق ولا عندك افكار تانية تقدر تحافظ بيها على دولاراتك؟